الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس المدير السابق للحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو السيد بدوي رهبان. أهلا بك معنا سيد رهبان. دكتور، أبدأ معك من توصيف لما جرى في تركيا وسوريا، والبعض اعتبره أنه واحد من أقوى الزلازل في التاريخ. بالطبع إن هذا الزلزال هو حدث مؤسف وكبير، وشدته ودرجته على مقياس ريشتر تدل على ذلك. يعني درجة 7.8 أو حتى تصل ل 7.9 على مقياس ريشتر، هذه درجة مرتفعة. وعلى كل حال الآن نستطيع أن نقول أن أحداث مثل هذه الأحداث هي تحدث نادرا في المنطقة، ولا تحدث كل عقد أو كل سنة أو كل عشرات العقود. يعني هذا حادث استثنائي بالطبع، ولكن لا نستطيع، العلم والتكنولوجيا لا يسمحان لنا اليوم بالتنبؤ بحدوث الزلازل، ولكن أن يحدث زلزال مثل هذا في تركيا وفي حدود سوريا التركية ليس مستحيلا. يعني نستطيع أن نقول أن حدث من هذا النوع يتوقع حدوثه مثل ما يتوقع حدوث زلازل في كاليفورنيا أو في اليابان أو في تشيلي أو في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا في إيطاليا. يعني التنبؤ التوقع بأن يكون حدث مثل ذلك يحدث، يجب أن تكون مجتمعاتنا دائما جاهزة لمثل هذا النوع من الأحداث. لا نستطيع أن نتنبأ بساعة وبتاريخ حدوث أي زلزال في أي منطقة بالعالم، ولكن يجب أن نكون جهوزية عندنا على طول موجودة. كيف الاستعدادات من قبل المجتمعات في هذه المناطق؟ يعني هل هو دور حكومي، دور رئاسي، دور الناس في مناطق سكناهم، أم ماذا؟ إن لكل جهة فاعلة دور في مواجهة الأخطار الطبيعية، وخاصة أخطار الزلازل. الإرادة السياسية مسؤولة، القطاعات العامة مسؤولة، وزارات الأشغال، وزارات الطوارئ، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الدفاع المدني، البلديات، المجتمع المدني، وكل فرد. لا تحصل الجهوزية بين ليلة وضحاها، لا تحدث الاستعداد، لا يحدث في 24 ساعة أو في أسبوع. لذلك الآن طبعا الوقت هو الوقت للإسعاف وللإغاثة. تمام. الوقت هو الآن للإسعاف، هذه هي الأولوية الآن. وكل ساعة تمضي هي ساعة ربما نخسر أرواح. لذلك الأضواء الآن مسلطة على الإسعاف، كيف تتابعها دكتور؟ نعم، إن العمليات تجري بشكل على يعني الدول المضروبة الآن تركيا وسوريا عندها تفاوت في الاستعدادية، عندها تفاوت. إذن هناك الآن ما